يا اسطى بقول لك يا عم احمد، اللي انت عملته ده مش هيعدي، اللي ما عملتوش فيه هعمله فيه. بقول لك ايه يا معلم، دلوقتي الباشا ربنا لازم يبقى فلوس حلوه، ولقيته فين؟ بياكل في محل كشري كشري. انا سبت لك الامانه. عملت كده يا اه يا معلم. طب وليه عملت كده؟ جعان يا معلم. اه خلينا مين دي؟ بره عنك يا عم احمد. بره عني؟ بيعملوا ايه يعني؟ انا بقول لك بره عنك، انت لسه جديد في المنطقه هنا. جديد في المنطقه؟ بيعملوا ايه يعني؟ يا عم مالكش دعوه. ماليش دعوه. طب يلا بينا لحاجه تيجي فينا. عم احمد يا عم احمد، بتعمل ايه؟ انت مالك؟ انا مالي؟ طب يا اسطى بقول لك يا عم احمد، اللي انت عملته ده مش هيعدي. مش هيعدي ليه يا عم؟ ما تعرفش انت عاديت مين؟ عاديت مين يعني؟ عاديت وادي الارانسه. انا اقول لك كلمتين. الاطفال اللي المفروض الناس دي مسرحينهم المفروض يكونوا نايمين على دماغهم دلوقتي. كل طفل يبقى رسميا مش قاعد يروح يسرق ويشحن في الشوارع. الاطفال ديت حقهم ان هم يكون لهم اب وام حتى لو بريء. ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه ان هم لقوا في الدنيا اب عاطل وام متجوزه غير ابوه؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان هم لقوا، لا ما لقوش، دول ما لقوش حاجه خالص. عارف دول لو لقوا حياه كريمه كان ممكن فيهم يطلع دكتور ومهندس وظابط ومحامي كمان، لكن دول ما لقوش اي حاجه. لو الخيبه، لو الشارع، ما لقوش اي حاجه. وانت وانا كنت ممكن ابقى زيهم، بس انا من هنا ورايح انا اللي هقف لهم ويبقوا يوروني نفسي. قابل بقى يا معلم. قابل. اللي ما عملتوش فيه هعمله فيك. الله. براءة انا بقى. براءة يا ابن اللعيبة. ده انت كده بتلبسوني يعني؟ وهتعمل فيه ايه بقى ان شاء الله؟ ما عملتوش فيه هعمله فيك.